سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. نجاة الرجوي تهاجم فنانه مغربيه وتثير الجدل، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. خلقت الفنانة المغربية نجاة الرجوي ضجة خلال الساعات الماضية بسبب تدوينة مثيرة للجدل نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام، تهاجم من خلالها إحدى الفنانات دون الكشف عن هويتها. وبلهجة صارمة وجهت الرجوي حديثها للفنانة المقصودة: جواب لواحد السيدة غتعرف راسها، شكون كيخدمني سيدي ربي الحبيب هو اللي كيرزق كل واحد أولا، وصوتي الزوين اللي الأساتذة كبار اعترفوا به بزاف، واخلاقي اللي الكل كيشهد بها الحمد لله. بشحال كنخدم ماشي سوقك ولكن اكثر منك. علاش المصممات كيلبسوني؟ حيت انا الله يعمرها دار وعندي علاقات طيبه مع كل شيء وعيبي بعيد. كيفاش ضعفيت سديت فمي ودرت الريجيم والرياضه. وعلاش انا ما عنديش اغاني بزاف وكنخدم وانتي عندك اغاني وما كتخدميش بزاف؟ سولي راسك، والمره الجايه جي عندي سوليني والله حتى نجاوبك. واختتمت نجاة حديثها قائلة: ونصيحة، رخفي على راسك وديها في حياتك، ربي غيسهل عليك، واخيرا الله يهديك. لتتداول مختلف الصفحات المهتمة بالفن والمشاهير تدوينتها بشكل واسع، وتفاعل معها نشطاء منصات التواصل الاجتماعي متسائلين عن هوية الفنانة المقصودة. فالبعض رجح أنها توجه كلامها للفنانة سعيدة شرف نظرا للمواصفات التي ذكرتها، في حين قال آخرون أنها دنيا باطمة. أما فئة كبيرة من المتابعين اعتبروا أنها تبحث فقط عن البوز، حيث كتبت إحدى المتابعات: جاتني كتهضر غير على راسها باش دير شوية ديال البوز ويديوها فيها شوية ديال الصفحات، هذا ما كان. في حين أشاد الكثيرون بموهبتها الغنائية المميزة، معتبرين أنها مظلومة إعلاميا مقارنة بزميلاتها الفنانات رغم قلة إصداراتها الفنية. فكما سمعت اخوتي، فنجاة الرجوي خرجت في ستوري عبر حسابها في انستغرام اللي وجهت فيه الحديث ديالها لفنانه اخرى مغربيه، ولكن ما كشفتش على الهويه ديالها، ما قالتش شنو الاسم ديالها، فهي فقط كتبت لها تدوينه وقالت باللي هي غتعرف راسها. فالصفحات في انستغرام بارطاجاو هذيك التدوينه ديالها، وكانت تعاليق ما بين انها كتقصد سعيده شرف، فئة أخرى قالت أنها كتقصد الفنانة دنيا باطمة، وفئة كثيرة قالوا بأنها ما قصدت حتى شي فنانة، هي فقط كتقلب على البوز بس الصفحات يتفكوها وينشروا ستوري ديالها. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله.